معايا موتور كيا سيراتو 2014. كان في عيب خبيث، راحت لكذا ورشه وراحت لكذا مكان ومعرفوش يوصلوا للعيب بتاعها، وغيروا قطع كتيره فيها لغايه لما بهدلوا العربيه. موديل 2014، عربيه لسه حديثه. باشمهندس وليد، قالوا لي ان في عيب خبيث انت اكتشفته في العربيه دي. ايه هو العيب الخبيث ده؟ الحمد لله حضرتك، هم غيروا مرتين ثلاثه ترمبات زيت، لان ضغط الزيت بتاع المكنه دي اول ما كانت بتدور ساعه تمام الصلانسيه تمام لمبه الزيت تنور. تمام تمام تمام. فغيروا مرتين ثلاثه ترمبه زيت وعملوا لها شغل وحساس ساعه زيت وحساس بي تي وفلتر زيت وحاجات كتير. قالوا لي اكتشفت حاجه في هنا. الاخر حضرتك كشفنا لان حليت طبعا لقيتك السبيكه بايظه، السبيكه بتاعت العربيه بايظه، يعني في تهريب كان موجود في قلب السبيكه نفسها. طب والتهريب ده ياثر فيه في العربيه؟ بيأثر اول حاجه في الكرنك يسلخ، السباك تبوظ. تمام. ثانيا ساعه الزيت تفضل، لمبه الزيت تفضل منوره اللي هي دي حضرتك، مهما تغير ساعه الزيت تغير فلتر زيت هي هتلاقي برضه ساعه اللمبه بتفضل منوره على طول. يعني مهما عمل العيب مش هيروح في الصلانسيه، لكن اول ما تسند لها بنزين وانت ماشي لا اللمبه خلاص بتطفي. يعني عيب مهم لما نيجي مهم طبعا، ده ممكن مشكله تحصل، مشكله ممكن المكنه تقفش. تمام. يعني لو حد قال له مثلا انا صاحب العربيه والعربيه دي باظت مني وانا غيرت ترمبه الزيت والعيب برضه ما كانش موجود، هو حضرتك يروح على طول مباشره اول كشف، يعني اول كشف تهريب في السبيكه. الترمبه دي العربيه دي بالذات ما بتبوظش ترمبه زيت، نادر قوي انها تبوظ ترمبه زيت، نادر جدا جدا الا لو اتكسرت. يعني اللي اشتغلوا في العربيه مرتين وبهدلوا العربيه مرتين ولا اساءوا العربيه، والعربيه موديل جديد ولسه حديث وكلفوا اصحابها. الله ينور حضرتك. الله ينور عليك. ودي رساله بنقدمها لكل حد بيعمل صيانته بره، اوعى تعمل صيانه الا في مركز معتمد متخصص وعنده خبره وعنده اكسبيرينس في الموضوع. شوف المرتين اللي اتغيروا فيهم الترمبات وطلع ان العيب اللي موجود عيب سبيكه، والسبيكه هي اللي كان فيها مشكله. كان